كان في ملفين مهمين جدا في الوسط الرياضي، ملف محمد الشناوي جاوب عليه الكابتن هشام، وملف امام عاشور يجاوب عليه الكابتن خالد. امام عاشور مش متأقلم تماما مع ميتلاند. امام عاشور كانوا بيحاولوا ان هم يقال ان هم في وقت الصيام لا لازم يفطر. اللغة مفيش خالص هناك، مفيش تفاهم. المدرب بتاعه اتغير، ابتدى يقعد احتياطي، ابتدى المنتاليتي مش معجبين بامام قوي كمنتاليتي، وهو كمان بقى عنده هوم ساكنس او مرض الغربه، ما بقاش حابب الاستمرار. رجع اتبعت له انذار اولاني بس هو لحق للاسف. يعني كل الحاجات اللي انت انا قلتها بقول لحضرتك حاجه، شهر اتبعت له انذار اولاني. وقعد قد ايه يا كابتن؟ شهر ولا قعد 6 شهور. بس كام؟ 6 شهور والله ما هو في يناير. يبقى ما حسيناش انتقل في يناير، بس ممكن يكون اخر يناير مثلا. قول 4 شهور يعني 3 4 5 بس هو كمان ما قعدش، هو رجع قبلها كان مصاب. فين هنا 4 شهور انا بتكلم يعني منذ انتقاله، يعني حوالي 4 5 شهور. 4 شهور جه فيهم كام مره مع المنتخب بالظبط. يعني الصفي هتلاقيه قاعد هنا. لا هو تعور جه مره واحده بس. لكن فبالتالي بدا اكتر من نادي يفتح معاه القصه. يعني النادي هناك صرف على امام من 4 شهور لغايه دلوقتي 3 مليون و500 الف دولار، مرتبطه بفلوس نادي الزمالك، مرتبطه بامام اللي هو نص موسم. بتتكلم في 100 مليون. لا مش 100 مليون، يعني بنتكلم صح، برافو عليك، 3.5 105 مليون. النادي الميتلاند عنده رغبه في بيع امام، او يعني اعارته بنيه البيع. لو هيبيعه هو مش عايز يخسر فلوس ب 3.5 مليون دولار. لو جه حد بكره قال له 3.5 مليون دولار بس تديني فلوسي كاش، تمام خلاص مش عايزين امام. لو حضرتك عايز اعاره 1.3 مليون كاعاره بنيه البيع، و2 مليون 700 عايزين 4 مليون عشان هتدفع الفلوس بعد ايه؟ بعد سنه، وقد يفعل نيه البيع او لا تفعل. تمام. فبدا بعض الانديه المصريه تخش في القصه، يعني منهم النادي الاهلي، وكمان دخل في القصه بقوه بيراميدز. بيراميدز دلوقتي عارض مبلغ كبير على امام عاشور نفسه. والقصه بقى مين اللي هيخلص مع النادي الميتلاند الدنماركي. يعني انت دلوقتي بتقول ان الديل اعاره، كان اعاره. تم الاتفاق على 1.3 مليون دولار اعاره. مع مليون يعني 30 حاجه و30 مليون، حتى 30 مليون. 1.3 مليون دولار. حاجه و30 مليون جنيه. لا حاجه 40 يعني حاجه 40 مليون دولار، يعني حوالي 32 مليون جنيه. و9 مليون او اكتر من 9 مليون وشويه. يعني بتتكلم حاجه 40 مليون جنيه. حاجه 40 مليون جنيه ده بس. حاجه 40 اعاره سنه. بجانب اوبشن تو باي، بجانب العقد السنوي بتاع اللاعب. فهو خد بالك امام لاعب دولي. كام بقى؟ امام لاعب دولي. هاخد له 10 يعني اقل حاجه من 15 ل 20 مليون.